مش جاي على بالي اقوم من غير ما ادردش شويه برضه. بالمناسبه الغسيل بتاع امبارح، وانا بقول لكم ان انا مش عارفه مين هيطغى على مين، اذا كان الروتين بتاع التطبيق والحماس وكده ولا الدردشه. اللي غلب ان التليفون كان هيفصل. فقاعد عمال يقطع وانا كنت متضايقه من حوار ان هو عمال يقطع كده، متضايقه بجد، فرحت قافلاه خالص ورحت ايه، قعدت اطبق. بس بصراحه بجد خدت وقت جدا فوق ما تتخيلوا، بقيت اعمل كده شويه واطبق شويه، اعمل كده شويه واطبق شويه. كنت تعبانه قوي وكنت هلكانه قوي في شويه حاجات بس عايزه ترص مكانها. انا ماسحه اوضه ماما ومنضفاها خالص. اوضتي هي اللي محتاجه شويه تظبيطات. عايزه اشارككم هنا ايه اللي بيحصل، لاني بنوضب الحمام، او بابا بيوضب الحمام. بصوا ثانية واحدة عشان التايم أنا فتحت غلط أصلا. أنا المفروض بفتح تايم 10، 10 minute، فكنت فاتحاها 1 minute فقفلت بسرعة. المهم يعني بصوا، أنا مصورة شقة هنا فيديو كامل حلو قوي، يعني أحلى فيديو شفته في حياتي كلها، أحلى أصلا شقة شفتها في حياتي. هقول لكم ليه أنا بحب الشقة. في كام بنت بلوجرز، يوتيوبرز مش بلوجرز، بتوع فرش شقق من حوالي 10 سنين، يعني مثلا 2025، من حوالي 10 سنين، 15 سنة، 2015 كنا بنتابعهم أنا وماما. لأ صدقوا قبل كده، لأن أختي متجوزة أصلا 2013، فمن قبل صدقوا. كان بنت كده بتوع فرش العرايس ومش فرش العرايس ومش عارفة ايه وبتاع. فكنا دايما نتعلم من عندهم ايه أكتر حاجة ملفتة، ايه أكتر حاجة شكلها حلو، ايه أكتر لون مبهج، فاهمين يعني؟ أما بتشوفوا أكتر من مكان فلازم عينيكم هتاخد أحلى حاجة في المكان. فأنا وماما كنا حقيقي بنشوف فوق ال20 فيديو في اليوم. لأ وشقق ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك. هي شغلها حلو جدًا وكتير تبارك الله. كنا بنشوف فيديوهات كتير أوي، فهي ويقترحوا لنا حد تاني ويقترحوا لنا حد تالت، وبالتالي بدأ الموضوع يتوسع أصلًا للأجانب، الروتينات بتاعة الأجانب، رغم إن أنا أصلًا كنت باشوف فرش شقق. فبدأ الموضوع يقلب بإن ده روتين، يعني أنا باعمل روتين إيه النهارده والتنظيفات ومش عارفة إيه. فكنت واخدة جزء من كل واحدة، باتعلم من كل واحدة، سواء في الروتين، سواء في الألوان، سواء في الديزاينات، سواء في الديكورات، سواء في شكل الموبيليا ذات نفسها. أنا بيت بابا يعني صالون، ما ينفعش أنتريه، ما ينفعش حاجة بسيطة، صالون لازم صالون. بصوا باحس إن الصالون ده شيك أوي يعني. بصوا ثواني، أيوه، سيبكم لأن المخدة دي مش في مكانها، أنا اللي جايباها والله، هي كانت بتبقى في مكانها هنا كان. بس هي بصوا يعني صالون يعني أوضة بابا يعني صالون، ريسبشن يبقى صالون وسفرة، أو نيش وسفرة، إيه، أو يعني صالون وسفرة، أو أنتريه وسفرة. بس علشان بيت بابا ما شاء الله تبارك الله كبير، أو أنا شايفة إن هو كبير، أو كنت شايفة إن هو كبير. أنا مش عارفة إيه كمية الأوقات دي. بص، أما جبنا الشقة أنا أول حاجة قلت لهم الشقة دي صغيرة، فقالوا لي استنى هوريكم. بصوا الكاميرا دي، يا رب تكون واضحة. دي شايفين الحيطة في لحد الناحية التانية أهو حيطة، تمام. أنا كانت دي أوضة، يعني كان الجزء بتاع الكنبتين دول والكراسي كانت أوضة، كانت أوضة مقفولة كده لحد الباب من الناحية دي. فقلت لهم يا جماعة احنا مش محتاجين عدد أوض، تعالوا نكسر القطعة دي، يعني القطعتين دول، ونخليها ريسبشن. السفرة هتبقى الناحية التانية والصالون الناحية دي. ايه ده؟ لأ ومش لأ. قلت لهم يا جماعة حرام، انتوا واخدين بالكم الشاشة، انتوا عايزين تجيبوا شاشة؟ احنا ما شاء الله كانت الشاشة دي عندنا أصلا في الشقة القديمة. فقلت لهم ما شاء الله احنا عندنا الشاشة كبيرة قوي، اللي هيقعد عينه هتوجعه، المسافة هتبقى قريبة جدًا من الشاشة بجد، هنتعمي. من هنا لهنا ماشي يا منار، وافقوا وراحوا إيه مخلّيني كسرتها. بصوا كلمة موافقين من منار دي كانت المهم يعني كسرنا الحيطة وبقى عندنا إيه، قطعتين. أنا قُلت لكم إن أنا مصورة فيديو للشقة، عايزة أنزّله، إمتى؟ مش عارفة. بس حقيقي أنا محتاجة الكمبيوتر بتاعي أوي، الكمبيوتر بتاعي عطلان عليه تراب كده ومش راضي يفتح ومعصّبني، يعني في كمية حاجات أنا عايزة أعملها غير طبيعية. فالمهم عايزة برضه أنزّل الفيديو ده ضروري،
عاملاها عندي في النوتس إن أنا الفيديو ده مهم أوي، وأول ما إن شاء الله الكمبيوتر يتصلح ضروري الفيديو ده ينزل. يمكن النهارده أنزل أشوف حاجات كده للكمبيوتر، عرفت أعملها عرفت، توكلنا على الله، ما عرفتش لإن أصلًا ماما عليَّ يوم التلات، ده مخلّيني مش عندي تروما إن أنزل لوحدي. المهم رُحت بعد كده بعد ما صوّرت الفيديو كنت لسه واخدة الشقة، يعني كانت لسه كده متجهزة، وكان فيها حاجات كتيرة طبعًا ناقصة عن دلوقتي كتير، كان فيها حاجات أصلًا موجودة واتكسرت واترمت. فمن ضمن الحاجات كان عندي طقم بونبونيرة و2 طفاية وسكرية وفازة. الطقم ده كان حلو أوي، حرفيًا ما فيش منه غير السكرية. فالحمد لله على كل حال، بجد الطقم كان شيك أوي، 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 ولكن لا قدر الله ما شاء فعل، يعني هاموت نفسي عشان الفازة اتكسرت والّا طقطقتين. فاللي بعد كده إني التواليت كنت مختارة السيفون مدفون. كنت حابة الفكرة دي أوي وإحنا في المستشفى، باحس إن هي شكلها شيك، في نفس الوقت أنا كنت باتعذب أوي في التواليت في البيت عندنا في الشرقية في مسترد، لمّا كنت باجي أنضف التواليت بالذات لمّا يبقى بتاع المتحركة، فقُلت لهم: "إيه رأيكم نعمله سيفون مدفون؟" خصوصًا إن إحنا اللي بانيين، يعني إحنا اللي بنعمل. ما جبناش حد ألطف حاجة ساعتها، الله يسامحه، الله يسامحه، الله يسامحه ويسهّل له. فكان النتيجة إن ال إن السيفون بيتكسر، يعني يعلق وبعد كده يبوظ، يعلق بعد كده يبوظ، لحد ما خلاص قررنا ان احنا نكسره خالص. انا متاثره نفسيا في الحوار ده أوي، لان بجد كنت بحب شكل السيفون بتاعنا. اي نعم كان عامل لي عقده مشاكل لان مش راضي يشتغل، والتواليت اللي رجيه مش اسوأ حاجه ولكن مش الطف حاجه، يعني عامل منظر مش لطيف. لما جينا هنا آه قبل ما اجي كان خلاص موضوع تعب ماما اتملك منها، فكنت بغسل البطاطين في البيت بانيو. فبابا قال لأ إحنا نجيب غسالة كبيرة. وقتها كانت لسه الدنيا ألطف حاجة، ألطف من كده بكتير، وكان حقيقي لو قلنا لبابا عايزين النجمة اللي في السما دي كان هيجيبها لنا. جاب غسالة ما شاء الله تبارك الله 15 كيلو، فبغسل فيها البطاطين. فده معناه إن أنا مش محتاجة الغسالة صغيرة، فممكن أبيعها. لأ أنا عايزة الغسالة دي ما بتنضفش. فحطيتها لي في حمام الريسبشن. حمام الريسبشن عندي صغنن مش قوي ولكن صغنن شوية، مخلّي الغسالة مخلّية شكل الحمام مش ألطف حاجة، خصوصًا إن هي كمان البودي بتاعها متبهدل من العزال لإنها وقعت. ف فيديو الشقة الأصلي اللي هو الأساسي مش الأصلي الأساسي هتلاقوا فيه تفاصيل جميلة مبهجة. حاليًا هتلاقوا حاجات اختفت وحاجات جدِّت. حاجات اختفت زي البونبونيرة زي ما قُلت لكم والطفايات والفازة. حاجات جدِّت زي الكافيه كورنر. أيوه، أنا كان حلم حياتي إن أنا يبقى عندي coffee corner سواء في بيتي أو في بيت ماما، وجِبته في بيت بابا، حلو أوي بصراحة، جِبته لماما في عيد ميلادها. جَد تاني بابا جاب فازات كده مش ألطف حاجة خالص، بس هي عجبته وقرر يجيبها. جاب بيانو وما أعرفش ليه، مش بيانو كامل اللي هو أورج. جاب جيتار برضه مش عارفة ليه، هل إحنا هنفتح مش عارفة إيه دوّة، مش عارفة. بابا عمل مصحف، حامل مصحف، حامل مصحف. كان شافه كده وعجبه فقرر إن هو يعمله. يعني جدد حاجات كتير. من ضمن التجديدات السلبية اصفرار الحيطة. كان بيشوي هنا في الريسبشن. أي نعم بابا عمل كده، شوى فراخ في الريسبشن ولحمة، وصفرت الحيطة شوية درجة معينة بس مش درجة اللي هي الكريمي، لا. أنا عاملة على جراي، أفتح درجات الجراي وأغمق درجات الأبيض، فبالتالي مش باين قوي الكريمي اللي حصل. ما كنتش عاوزة أعملها كريمي، كنت عايزة أعملها مش عايزة أعملها سمني، كنت عايزة أعملها على جراي بحيث إن هو بيدي طاقة أكتر. وبالفعل والله حقيقي كنت مبسوطة أوي أول ما جينا بكل حاجة، بكل حاجة. حقيقي التفاصيل في البيت كانت مخلّياني أبقى مبسوطة ومنبهرة، ودايمًا عندي بهجة كده. الحمد لله. ثانية واحدة، لا مؤاخذة. هاقول لكم حاطة بيضة على النار عشان ما اتأخرش على العلاج مع إني متأخرة أوي. ف المهم يعني إن أنا كنت خايفة أنساها فقُمت أطفي عليها فلقيتها تمام يعني الحمد لله. آآ فيديو الشقة إن شاء الله لو قدرت أصلّح الكمبيوتر النهارده وعرفت أنزل وكده هانزّله.
ده غير بقى الفيديو اللي فات اللي هو مختصر الفترة اللي فاتت. ملانة وفي نفس الوقت متحمسة، أو مش متحمسة، مشغولة. عندي حاجات كتير أوي طبيعي أعملها، في نفس ذات الوقت مش عارفة أبدأ منين. تايهة تُهة فظيعة، والله العظيم بجد تايهة جامد أوي. عايزة أوقف لحد هنا وأشوف ممكن أصور إيه تاني أو أعمل إيه تاني. بصوا، من حوالي شهرين. بصوا مش فاكرة، والله ما فاكرة، بس أنا كاتباها. هبقى أخدها سكرين شوت لأن أنا كده باخدها سكرين شاشة مش سكرين شوت. عملت روتين، مش روتين فيديو ولا روتين تصويري، روتين نوتس. يعني عملت كده نوتة بحاجات أعملها يوميا، حتى وإن كانت اللي هو مثلا أنا صحيت من النوم، أنا هانام، أنا غسلت وشي، غسلت سناني، زي حاجات تافهة كتير بجد، اللي هما حوالي 63 حاجة. آه، أنا عملتها بهدف، بغرض. الغرض إن أنا أشوف بعمل إيه في يومي، بشوف ببقى محتاجة إيه في يومي، بشوف ممكن أسقط إيه في يومي. من أول ما بدأت كانوا 20 حاجة. الأول كانوا 15، 10، 15، 20، لحد امبارح تمتهم 60. هل أنا بعمل 60 يوميا؟ لأ. هل أنا بعملهم بحماس وببقى مبسوطة وأنا بعملهم أوي؟ هل أنا لما بعمل الحاجة التافهة اللي أنا كاتباها وأعمل جنبيها علامات صح ببقى مبسوطة أوي 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 أوي. بالمناسبة هم مش كلهم تافهين، لأ، في صلاة الفجر، صلاة الضحى، صلاة المغرب، صلاة العشاء، الأذكار، الغدا، العلاج بعد الغدا، العلاج بعد الفطار، مواعين. أنا هاخدها سكرين وهوريها لكم، هفهمكم. في حاجات كده مزوداها، هما 3 أو 4 حاجات: رياضة، حرفة، أنزل مشوار، أروح مكان مختلف. أروح مكان مختلف ده أنا باجي في الريسبشن. هي الحاجة الوحيدة اللي باعملها. لأ، في حاجة خامسة: كتابة. لأ والله، وموجودة. أكتب حاجة. عندي أنا notes صغنطوطة، وعندي بتاع دوّة مِنية كبيرة اللي هو الكتاب، الكشكول قصدي. أحيانًا باكتب في الكشكول الكبير، وأحيانًا باكتب في الnotes الصغننة. قُلت أشارككم في حاجة زي كده، وعايزاكم تقضّوا معايا اليوم النهارده، سواء كمّلت الفيديو أو ما كمّلتوش، لإن أنا حرفيًا عندي 4 أو 5 فيديوهات مش مكمّلاهم ومش منزّلاهم ومش مجهّزاهم ولا عاملة لهم تحضير. بادخل باتقفل أحيانًا، باحس إن الفيديوهات دي عاملة زي القرف، اللي هو ممكن فيديو يخلص ينزل، وفيديو ممكن يقعد. يعني في فيديو والله العظيم من رمضان، أقسم بالله من رمضان، كنت أول مرّة في حياتي أعمل فيديو روتين وأنا بانضّف المكان. أنا بانضّف بطريقة معيّنة، مش هاقول لِك أنا أنضف واحدة في الكون، أنا مش هاقول لِك أنا باعمل على قد مقدرتي، أنا عملت زي ما أنا عايزة أعمل، زي ما بابقى شايفة إيه اللي بيتعمل، زي ما اتعلمت من الفيديوهات اللي باشوفها من فوق ال15 سنة. فباحب أبدأ من فوق لتحت، وبعدين باكون باعمل المسطحات، وباكون مخرّجة الديكورات على جنب. بعد كده بالمّع الديكورات في المكان اللي أنا عايزاها فيه، بعدين بادخّلها بعد ما أخلّص الفرش كلّه، حتى الحاجات اللي ممكن تطلّع وبرات. بعد كده المكنسة، والمكنسة ليها وضع معيّن قبل الشغل وبعد الشغل. قبل الشغل بالذات لمّا بيكون خلاص أنا هنا في آخر مرحلة، وبعد الشغل اللي هو خلاص أنا خلّصتِك وهاعينِك الفترة اللي هي مثلًا ال3 أيام العيد مثلًا يعني، ده لو ما حصلش حاجة وقُمنا كنسنا. ف يعني هي بتتغسل بعد ما أخلّص عشان تنشف. وفي بقى اللي هو المبدئي، اللي هي المكنسة المبدئية اللي هي بتنضّف من جوّه من جوّه الجبسن بورد.
ده غير ثواني عشان البتاع وقعت. ده غير اللي هو لما بكون مثلا بنضف اسمه ايه، البلاور. فانا كنت مصوره الحاجات دي، ومصوره فيديو للسجاد قبل ما يتغسل وبعد ما يتغسل. كان عندي 3 بقع من بعد ما جبت السجاد: بقعه شوكليت، بقعه تورته، بقعه ملوخيه. 3 بقع دول حرفيا كانوا مكفريني. ولكم ان تتخيلوا ان انا صورتهم وانا بدعكهم. اكيد مش جايبه جسمي، انا جايبه الفرشه ونفسي وانا بدعك الارض وانا بدعك، وجايبه البقعه وهي بتتشيل تدريجي، وجايبه الميه وانا بزقها على الارض تدريجي، جايبه المسحوق وانا بدوبه على الارض تدريجي. والفيديو ده ضاع، بتاع الثلاث سجاجيد دول، او بتاع البقعتين بتوع السجادتين دول. بقيت الفيديو كله لان انا نظفت الشقه كلها موجود. ولكن انا مش عارفه، في تكاسل عليه فظيع ان انا اعمله. الموضوع ده مزعلني قوي على فكره، ان انا ليه، انا مش من طبعي الكسل، بس هو انا ليه مش عاوزه اعمله، او مثلا مش كل ما اجي اعمله بتقفل، كل ما باجي اعمل ببقى عايزه اعيط لو انا عملت حاجه كانت مضايقاني قوي قوي قوي. لكن انت تتخيل ان انا مش هعرف اعمل الفيديو ده تاني، مش بس عشان ممكن امشي في يوم من الايام، لان في سجاده اتحرقت والبقعه اتشالت الحمد لله، يعني قدرت اطلعها وما رجعتش تاني، وطبعا محافظين على البيت، وطبعا بعد شويه مشاكل كتيره كده محدش بيجي لنا كتير، فلا في اعياد ميلاد هنا ولا في مناسبات هنا، ولا انا حتى هبقى فاضيه ان انا بعد كده دلوقتي اعمل سجاد هنا. مش ضامنه، مش ضامنه حتى صحتي ممكن تساعدني ان اعمل كده ولا لا. فوجعني قلبي قوي على المقطعين دول اللي هم بتوع السجاده دي والسجاده دي بتاعت التورته والملوخيه. ف مش عارفه، مقفوله منهم قوي. المهم، كفايه رغي، كفايه الساعه بقت 12 وصلاه الجمعه خلاص هتبدا اهي. يلا نقوم، ممكن نقول هنشوف هنعمل ايه، ممكن اخدكم معايا وممكن لا، معرفش. يعني ما اخش الحمام ده لان الحمام ده هو اللي شغال، الحمام التاني متكسر. هبقى انزل لكم الفيديوهات بتاعه تكسير الحمام اللي هناك، مش كامله طبعا ومش كلها بالتفاصيل، هي بس مقتطفات كده عشان تفهموا احنا بنمر بايه في البيت. بص، دي شويه حاجات مفترض يعني ان هي تبع الحمامين اللي احنا خلاص كسرناهم والمفروض يترموا يعني. حاليا انا ظبطت دول قبل ما اخرج، انا كنت قاعده وكده، المخدات رجعتها مكانها، شلت اللي دورتها في الغساله، ودي الحاجات بتاعه الحمام اللي هناك، راكنين حاجات هنا وراكنين حاجات في الحمام اللي جوه الناحيه دي. آه والله انا ما عارفه انا بعمل ايه، والله. بالنسبه للتواليت ثواني، بصوا ده اللي انا بقول عليه ان هو مضايقني، ان يعني كان في الحيطه سيفون مدفون وكان شكله شيك قوي، بعد كده في حاجات اصلا باظت في الارض، يعني الارض حقيقي متبهدله. صعبان عليا قوي بجد، التواليت كان جميل. دي الغساله اللي بقول لكم ان هي مضايقاني، مش مبسوطه بيها خالص هنا، يعني كمان الحمام صغنن، مش الطف حاجه المكان. تمام.
ما جبتش غسولات، الغسول لسه بره، بفكر مغسلوش دلوقتي بغسول. بص، المفروض ان ده بتاع النحياتي، بس انا خدته النحياتي قبل ما اخد اللي هو الاخضر ده، فهرجعه، ودي توكة هرجعها في مكانها. ده طبق كان فيه ليمون، بس علبة الليمون كانت هنا اساسا، فانا رجعتها مكانها. عايزة املى دول، بس مش دلوقتي خالص، ثواني يعني مش كده، دول بس مش دلوقتي، ماشي. يعني الارض كده بقت نظيفة، مبقاش فيها غسيل، مبقاش فيها حاجة. دول اللي هما مليانين من كام يوم، ودول اللي انا مليتهم من كام يوم. والمختصر الحاجة هي بتاعت الحمام، الكراكيب دي والكراكيب دي، والسيراميكا اللي المفروض هيتركب، والكراكيب دي. انا بقى من فترة بس مش من فترة طويلة قوي، لما كنت بروق البيت قبل ما اتحجز في المستشفى، كنت بجيب الحاجة زيادة عن اللزوم، او اللي عاملة لي تروما هناك او مضايقاني مش مريحاني. هنا شنطة كبيرة كده عايزة اصلحها عشان لو طلعنا مصيف الفترة الجاية، الكرسي بتاع ماما عشان بدأ يعملي تعب نفسي هناك. هنا برضو الحاجة بتاعت ماما اهي، تخيلي هنا كده واضحة. شوية حاجات زيادة في المطبخ مع الجيركن الزيادة بتاع مالي الأزايز، مية الزيادة في الخزينة يعني. في كل الأحوال هلا في الكاميرا هيبقى باين أكتر، هوضح أكتر قصدي. في كل الأحوال عايزة أرص الحاجات دي، بس كل يوم بتكاسل عليها، مش هكدب عليكم بتكاسل. يمكن أعملها النهاردة ويمكن لأ، أنا مش عارفة نفسي وما بضمنش نفسي وما بحبش أضغط نفسي. ثواني بقى، حاجة الحمام اهي، وده برضه اللي هيركب. استنى، ده مش حاجة حمام أصلا، حاجة حمام تانية. في حاجة حمام تالتة والله، بس أنا مش عارفة إذا كنت صورتها ولا لأ. حطها هنا في التواليت، استنوا نسيب ده هنا. الحاجات دي برضه تبع التواليت اللي هناك، اللي هو التواليت الأساسي الرئيسي. فأنا محتاجة أرص كل الحاجات دي مكانها أول ما التواليت يخلص. تعالوا نخش نشوف التواليت أصلا عامل ازاي. بصوا الحاجة هي والجيركن ده بتاع الحمام اللي هو الزيادة، بنبقى مالينه مية عشان لو الوضوء وكده، والأوضة بقى بلاستيك زيادة في المطبخ فعايزة أشيلها. كراكيب كراكيب كراكيب. ثانية واحدة، يا لهوي ده وحش أوي، ريحته وحشة، لا بجد ريحته وحشة أوي. رجعت البتاعة دي مكانها اللي هي معجون السنان، نضفت الحوض امبارح والبانيو والأرض. في أطباق كتير أوي باظت على فكرة، منظر رخم، هياخد يومين على ما ينشف عموما، وده باظ، أطباق كتير بجد باظت. حاسة ان المنظر في النهاية هيبقى وحش. ناخد الكرسي، يلا نشوف اللي ورانا. عندنا فطار، لازم اعمل فطار. وعندي بهدلة على فكرة في المطبخ مش طبيعية، معصبني اصلا. الكرسي من الحمام خليه هنا معانا، ودي زبالة، عارفة بقى انا زبالة ونص واطباق ومواعين، والتوكة دخلت معانا لحد المطبخ. طيب مش هينفع كل التفاصيل عشان انا هدومي هتتبهدل، ولكن طب استنى، دي كركبة هترص كلها مكانها، ودي مواعين هتتحط مكانها، ولكن دي مواعين عايزة تتغسل. فأنا هعمل اللي على قد ما أقدر وليكوا تاني.
بدأت أضخ سيكة أو سيكتين 3 سيكات كده. مش هكمل مواعين، بعمل مواعين فلقيت الفيديو انتهى فقلت ايه اظبطه وبعدين ايه هكمل عشان تحفيز للفيديو كده. فلقيت الشاغلي وبما اني تعبانة قوي ودايخة فمش هكمل المواعين. هاكل. فكرة في حاجة، انا مش عاجبني العيش، حاسة ان طعم العيش غريب، كنت عايزة اعمل اللي هي عيش بيتي. مش عارفة، حاسة اني لا هعرف اعمله ولا قادرة ولا فعلا مركزة. الساعة بقت 1 وانا باخد الدوا اصلا الساعة 9:30، فحقيقي انا استهبلت اوي. هقوم هجبر نفسي على العيش بصراحة. بتضايق لما اعمل حاجة زي كده ان انا اجبر نفسي اعمل ايا كان ايه، لكن من كل سوء. اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم وحد بين الأمة الإسلامية. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حلو. اخر مرة تقريبا كنت قافلة وانا هنا تقريبا، مش متأكدة، كنت تعبانة كده وبدأت ادروخ وكان في مواعين كتير. تعالوا بس نشوف كده احنا عملنا ايه. خلاص مفيش مواعين في الحوض خالص. المعلقة الحقيرة دي مغسولة والله بس هي وقعت. انا بجد بتضايق لما مثلا بكون بعمل حاجة وتفاجئني بقى. المهم ان المواعين كلها اهي نطفت وفي حاجات اصلا جدت عليهم. حاليا بقى انا حاطه ميه على النار. ده كركديه انا هستخدمه والصينيه دي هستخدمها. هنعمل ايه بقى يا معلم؟ هنعمل ايه؟ مش احنا قلنا ان احنا حابين ان احنا نبقى بنقترح اكلات وبنعمل افكار مختلفه عن المألوف اللي هو رز وخضار او مكرونه وصلصه. فلقيت عندي في التلاجة سجق اللي هو مش عارفه اسمه سجق ايه، بس هو ده اللي هو تهيألي سجق مدخن، مش متأكدة من المعلومة. فقررت اعمل صينية رقاق بالسجق، متحمسة لها جدا، حاسة نفسي دكتوراه قوي في نفسي كده وكأني اكتشفت الذرة مش حتة سجق كده في التلاجة قطعتها رفيعة عشان اقدر اعمل بيها الصينية. وانا هنا قررت ان انا اجيب معايا نوتس يمكن يخطر على بالي حاجة واكتبها. هل خطر على بالي حاجة وكتبتها؟ لا. اهو فضلوا موجودين كده بس اتشغلت، وده الهدف. يعني انا بحقيقي بيبقى هدفي ان انا اكون مشغوله ولا اني اكون مثلا مش لاقيه افكار. يعني انا من حوالي ساعه او اقل والله كنت واصله لمرحله اللي هو انا مخنوقه مقبوضه مش قادره مش مرتاحه مش عارفه اتنفس كده، فاهمين؟ فقلت طب قومي دوشي نفسك، مش قادره مش عاوزه مش قادره مش عاوزه، من هنا لهنا لهنا لهنا. فايه قمت ودوشت نفسي مع المواعين ومع التحضير بتاع الاكل. الميه هحط لها مرقه، تعالوا نتبلها سوا. خلينا كده ثواني، خليني اولع النور. طيب هحط لها فلفل اسود، هحط لها جوز الطيب، شعره صغننه خالص عشان هي مش هتبان قوي يعني، بس بتدي فرق في الطعم على فكره. يعني كل اللي انا بحطه دلوقتي هو مش من المفترض ان هو هيبان، هيدوبك بنسقي بيه بس الرقاق، بس صدقوني والله العظيم بيبان يعني بجد. والحبهان بيبان جدا، يخلي الرقاقه كده طعمها تحس ان هو مسقيه بشوربه لحمه. يعني هو طبيعي الرقاق بيتسقي بشوربه لحمه او شوربه فراخ، نحط مرقه ولكن انا عشان ما عنديش اتنين مش متوفرين لما اخذ بقى على النقطه اللي حصلت، فانا بدي بديل اللي هي بعمل زي شوربه بس من غير بصل. الموضوع مش محتاج يعني ما فيهاش زفاره حاجه اصلا. السجق كده كده بيبقى متبل بكل التوابل بتاعه. اكتر حاجه بتعصبني اموت واعرف هما بيعملوا المرقه بالكيس اعمل كده ليه؟ انا ما بحبش افتحه ببقي بجد، يعني افهمهم. هنقعد بس كام ثانيه تكون المرقه والتوابل كده ظبطت نفسها وارجع لكم تاني. على ما الدنيا دي تظبط نعمل الصينيه نجهزها. مش عايزه الرقاق يلزق من تحت. ما بحبش اكتر، مش عارفه
ما بحبش السمنه اساسا، يعني كنت وانا صغيره بحبها، بس لما كبرت واضرارها والكلام ده ما بقتش بحبها زي الاول. يلا نسقي الشوربه، نسقي البتاع قصدي الرقاق. خايفه تساوي، مش عارفه ليه. مش قادره اوصف لكم ريحه حلوه ازاي. انا هحط 3 من تحت و3 من فوق. عموما انا هطفي النار كفايه عليها كده. سخنه والله. حاسه ان اختياري المعلقه مقرف، كان ممكن اختار معلقه اكبر من كده شويه. ثانيه واحده مقلبه واحده معاكم. والله انا ما عارفه انا بعمل ايه، او انا عارفه بس انا حاسه ان انا بفتي. كده كفايه، مش هنحط طبقات تاني. ثواني. مش عارفه، حاسه ان هما طلعوا كتير ومش عارفه اودي فين. كفايه، بعمل ايه اودي فين؟ ماشي الحمد لله. شايفين الكام قرن فلفل دول؟ هما دول كفايه عليا عشان المواد ما تبهدلناش، واحطهم يعتبر في جنب واحد. يلا نسقي 3 كمان من فوق.
المحنة الأخيرة. برضو سمنة من فوق. طيب وقف في اخر واحده وانا بحط السمنه. تمام، هحطها دلوقتي في الفرن ونلم التوابل. انا لميت الرقاق. اصبروا نحطها في الفرن سوا. نطلع من فوق ومن تحت، وفي النص صدقوني عايزه اعمل حاجه جنبيه بس مش عارفه هتكون ايه. نخلص دول. بصوا غسلتهم الاتنين اهم، وكام حاجه كانوا فوق برضو. مش هعمل بوتاجاز بصراحه، مش جايه معايا دلوقتي خالص. مسحت الرخامه كان في حاجات فرحت مسحاها، وانا كنت اصلا شلتها على جنب بس ايه شلتهم خالص دلوقتي. تمام، فهخرج حقيقي مش جايه معايا اعمل اي حاجه تاني حاليا. هي الساعه 4:15. الحاجه الوحيده اللي انا عايزاها او شايفه ان انا محتاجه اعملها ان انا مش حابه الاكل يبقى رقاق بس. طب هعمل جنبي ايه؟ والله ما عارفه حقيقي، دماغي واقفه خالص. انا عايزه بس اشيل اللي في التلاجة، انا ما كملتش فلفل زي ما قلت لكم. وهدخل اوضتي، هي جايه معايا ان انا اخش اوضتي. عايزه اعمل قهوه بس برضو مش دلوقتي. هي جايه معايا ان انا اطلع اقعد شويه في الهوا مع المروحه، مع ان انا اصلا سقعانه والتعب بيسقعني، بس مش جايه معايا ان انا اعمل اي حاجه. هطلع اقعد شويه وبعدين نشوف ممكن نعمل ايه تاني كمان شويه. مش عايزه انسى الرقاق، يا رب ما انساه والنبي، يا رب يا رب ما انساه. انا اقسم بالله ما خدتش 10 دقايق بره. انا حقيقي ما خدتش 10 دقايق يعني. حتى دي طبقه واحده من اللي هي بتبقى الطبقتين بتاعه الرقاق. مش عارفه هل عشان كان الفرن عالي ولا عشان كنت مكتره سمنه، انا ما اعرفش. بس هل ده معنى ان هو يترمي؟ لا طبعا، كده هيتاكل بقى، كده يعجبهم، مش عارفه ايه. تسلم ايديا، خلصت الغدا. ترى اضحك عليكم واقول لكم ان هو ده المنظر العام. هو ده المنظر العام لما خلصت وانا ما شلتش دول. انا متضايقه قوي بس والله فعلا ما خدتش وقت خالص. من دوبك خرجت دخلت الحمد لله. يلا رفعنا على قلبهم بقى قررت انزل اجيب العلاج بعد لف ودوران كتير كتير كتير، تفكير عميق، وقلقانه ان يغمى عليا او يحصل لي حاجه. الموضوع اصلا كان شبه تروما، مش عارفه اتصرف. اتخانقت وعملت حوارات وقفلت، مش عارفه اعمل حاجه، قلقانه قوي. نزلنا جبنا علاجنا، جبنا لبن، هنعمل شعريه بلبن. مبسوطه قوي يعني، مقريفه بصراحه وجايه معايا قوي ان اعمل اي حاجه مسكره. سالت عن شويه حاجات ليها علاقه بالنفس وليها علاقه بفكره ان انا ليه بيحصل معايا ازمه نفس. بيقولي ممكن يبقى عشان ضغطك واطي، الدواء ده بيوطي الضغط، فممكن ده بيبقى سبب من الاسباب.
هخش اقيس الضغط بصراحه لاني مش عارفه يعني ضغط ولا حاجه تانية. يلا 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 شعريه بلبن. متحمسه قوي. استنى ثواني بس عشان مش عارفه. والله مرعوبه، عمري ما عملتها. المعلقه مقربه من ايدي شويتين 73 فهبدل المعلقه. عجبني لونها كده، مش عايزاها تبقى لونها بني، انا بحب لونها لون الذهب، فانا عجبني لونها كده قوي. هديها الاول الميه الحقيقه بفكر اديها كمان كوبايه ميه. جاتني مكالمه فصلتني عن الحياه. المفروض ان انا حطيت الميه وبعد كده حطيت ميه تاني بعد كده حطيت اللبن. الحقيقه مش عارفه اجيبها لكم منين، الى حد كبير قوي انا كنت كويسه، كنت اقتربت صلاة العشاء. كنت بحاول اقنع نفسي، كنت بحاول اقوي نفسي، كنت عماله اقول كلها هيعدي، مخنوقه وملانه وقرفانه وحاجات كتير قوي، بس برضو كنت بحاول اقول عادي هيعدي، هبقى احسن، هبقى كويسه. الفكره اني وانا بحاول اقلم نفسي ان انا اعمل حاجات حلوه تبهجلي اليوم، تشغل تفكيري، تخليني عندي طاقه، تقوي من شخصيتي وتقوي من ارادتي اني ابقى كويسه. قلت هعمل الشعريه باللبن ساعه لما نزلت وجبت اللبن وجبت الدواء والكلام ده كله، انا مصوراه عشان فيديو يوم لطيف، او بحاول اخلي الفيديو يكون يوم لطيف، او بحاول اخلي اليوم يكون لطيف في الفيديو يعني، مش عارفه اظبطه. المهم جاتلي مكالمه هي كلها استفزاز، وانا حقيقي مبقتش مستحمله الاستفزاز. انا نفسي مستغربوني، عندي رياكشن ليزن اللي هو رد فعل سريع قوي قوي، هجومي او دفاعي، او انتوا عايزين تاذوني او انتوا عايزين توجعوني، فانا مش عايزه اتوجع وخليكم بعيد عني احسن. بسرعوا اليومين دول قوي، ولكن ده كله كون، وان يكون في حد اصلا قاصد كل اللي يعمله ان هو يستفزك ده كون تاني. انا المكالمه كلها كانت استفزاز بالنسبه لي لدرجه اني قعدت اصوت كتير. صوتت كتير قوي وحسيت ان انا مش لاقي حد. انا تعبت والله العظيم، تعبت. انا مش عارفه انا بكبر ليه او انا قاعده ليه. انا حاسه ان رحمه ربنا ارحم من البشر يعني كتير. سمعنا عن عذاب الاخره، وانا مش بتاعت السبحه والسجاده، ولكن بجد الانسان الاستفزازي اللي بيفضل يستهلك كل ذره قوه فيك دي، بتهلك بتهد قوي. انا مش عايزه اقعد هنا.
انا بجد عايزه اروح عند ربنا قوي. انا عماله اتعذب مع المرض، اتعذب مع البيت، اتعذب مع اللي جايلي في المستقبل. انا تعبانه ومش عايزه اقعد. انا ما عنديش اي حاجه حلوه اعيش عشانها او اكمل علشانها. عارفين في ناس بتبقوا عايشين علشانهم، بتصحوا من النوم هدفكم هما، يعني اصحى من النوم انا هدفي الشخص ده يكون كويس او يكون مبسوط او يكون مرتاح او اخد بالي من علاجه او اخد بالي من صحته او عشان انا بحبه عايزه ابقى معاه. ببقى عايزه عيني تصحى عشان ابقى مع الشخص ده لان عيني بتشتاق له وهو نايم. انا حقيقي ولا معايا حد يشتاق لي ولا انا لاقيه حد اشتاق له. عارفين اما كنت في المستشفى والدكتوره اعتذرت، انا زعلت بس يعني ماشي، كنت عارفه ان في حل زي الدكتور اللي جاي الساعه 12 قبل ما اعرف ان هو كمان هيعتذر، ولكن قعدت في الشارع عيط جامد قوي. اكلم مين؟ انا معايا ارقام بنات في ابتدائي، معايا ارقام بنات في اعدادي، معايا ارقام بنات في ثانوي، معايا ارقام جيران، معايا ارقام صحاب من المستشفى، معايا ارقام العيله بلا استثناء شخص سواء بابا او ماما، معايا ارقام اخواتي، معايا ارقام جوزي، معايا ارقام صحابي. كنتش لاقي حد اكلمه اقول له الحقني انا في وضع 1 2 3، وابقى عارفه انه هينقذني من اللي انا فيه، سواء بالمواساه، سواء بالطبطبه، سواء انه يكون جنبي. انا كلمت واحده قريبتنا من الدرجه الثالثه، يعني اللي هي ايه، اختها او بنت عمها هي اللي قريبتنا احنا من ناحيه ماما، يعني انا مش عارفه اجيب القصه ازاي. قلت يمكن تكون صاحيه ما نامتش عشان الساعه كده 7 8 هم بيناموا متاخر، فاقعد ادردش معاها شويه، وبالفعل دردشت معاها كتير كتير. الست بصراحه هونت عليا كتير قوي، خلتني خرجت كل اللي جوايا كله كله كله، واستهدي بالله وكلام حلو يخلي الواحد يحس انه يهدى. بس متخيلين ولا صاحبه كنت عارفه ان هي تنجدني من اللي انا فيه. في ناس بتستهزأ بالمشكله بان هي تضحك عليها. ابقى عايزه اخرجك من اللي انت فيه فبضحك معاكي عشان اللي انت فيه ما تفكريش فيه وتقعدي تضحكي معايا. انا ما كنتش محتاجه كده بصراحه، وانا في جزء كبير من اللي اعرفهم بيعملوا الحركه دي، بس مش هو ده اللي انا كنت محتاجاه. مخنوقه. مش معنى كده ان انا بقول لكم ايه يلا ندعي عليها ويلا نشتم عليها ويلا نقعد نصوت ويلا نقعد نلطم ويلا نقعد نولول، مش معنى كده ان انا عايزه كده. ما هو ولا ده ولا ده، حل وسط. ايه هو؟ انا ما اعرفوش. طنط شيماء لما ردت عليا وقعدت تهون عليا وتقول لي ربنا يصبرك ومعلش واهدي وخلاص وانت قدها وانت، هل ده معناه ان هي كانت بتقولي ربنا ياخدها، ولا كان معناه ان هي بتقولي ما خلاص بقى ايه المشكله ويلا نضحك ونهزر؟ في كلام انا ببقى مش متاكده ان الكلام ده هيهديني، ولكن بيهديني. بس بجد انا تعبانه نفسيا جسديا كليا. بصوا حقيقي انا في اسوأ ايام حياتي. عارفين لو مت وربنا خدني ورحت عند ربنا والفيديو ده اتشهر بعد كده، هعرفوا ان دي اسوأ ايام حياتي. انا عايشه في اسوأ ايام حياتي والله بكل معنى الكلمه. انا لا عندي حماس لفرح، ولا عندي حماس في ايام الجواز، ولا عندي حماس لشقتي اللي المفروض تتجهز، ولا عندي حماس ان انا انزل اجمع حاجتي، ولا عندي حماس ان يبقى معايا جنيه انزل اجيب بيه اي حاجه حلوه في بيتي او لنفسي او للشقه. مش عايزه اعمل اي حاجه نهائي، ولا عايزه افضل نايمه في السرير دوت، ولا عايزه افضل قاعده في الاوضه دي. خلاص انا زهقانه من الحياه كلها. عارفين لما بيحصل كده بصلي، بس انا حتى الايام دي مش عارفه اصلي، مش هينفع اصلي، ده فرض من عند ربنا مش بارادتي. فاللي هو حتى
حاجة زي دي أنا مش عارفة أعملها. حقيقي دي أصعب أيام مريت بيها في عمري كله. شوفوا كل شوية أقول لكم في أيام صعبة أيام صعبة أيام صعبة، أنا في أصعبهم. وبجد مش مسامحة أي حد أيا كان مين ساهم إن أنا أوصل للي أنا فيه دلوقتي ده، والله ما مسامحة. وبجد مش عايزة أقعد معاهم، مش عاوزة أعرفهم، مش عايزة الناس دي كلها. الناس اللي مش مقدرة التعب ومش فاهمة إن التعب بيهلك. أنا مش عايزة أقعد معاهم، بس مش عايزة أقعد لوحدي برضو. أنا مش عايزة حد، أنا عايزة أروح عند ربنا بجد. يا رب والنبي تقبل الدعوة دي، أنا عايزة أجي عند ربنا.